أغنانا الله. نعم، سنصبح أغنياء كالقطريين. هذا بالضبط ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. جبل التروبيك. الكثير منكم لا يعرف ما هو جبل التروبيك وما ترتب عليه من صراعات دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا. جبل التروبيك يقع على بعد 500 كيلومتر قبالة سواحل المغرب، حيث وجد فريق من العلماء والباحثين بركانا ميتا في أعماق البحر يحمل في قعره أطنانا مهمة من المعادن النفيسة التي تعد لبنة أساسية في الصناعات الحديثة. صحيفة ABC الإسبانية أكدت أن جبل التروبيك يعد أكبر مستودع في العالم للتريليوم، وهذا بالضبط ما أثار العادة الاستعمارية القديمة لإسبانيا تحت شعار تاعهم تاعنا حتى هو تاعهم، لكنها لا تعرف أن مغرب اليوم ليس بمغرب الأمس. عهدنا منذ عقود أن الدول تكتسب ثروتها مما وهبها المولى تعالى من بترول وغاز، فإن استغلت مواردها الشخصية نرى دولا كقطر والإمارات، وإن لم تفعل ذلك فالنتيجة دولة ذات قوة ضاربة. لكن لا خوف على مملكتنا المغربية، فبخطواتها الحكيمة ودبلوماسيتها الرصينة تستطيع التألق رغم أنف الضغوطات الخارجية. البترول ثروة هذا الزمن، لكن المعادن الموجودة في سواحل المغرب ثروة عصرنا الحالي، حيث انكشف ذلك في موقف مدريد الباهت منذ اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، حيث شنت إسبانيا بالتنسيق مع ألمانيا القلقة على مصانع المرسيدس هجوما عنيفا ضد قرار ترامب خلال جلسة مجلس الأمن. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سارعت مدريد إلى إرسال طائراتها الحربية صوب جزر الكناري لابتزاز المغرب وكسب تنازله عن هذا الكنز المخفي وسيادته على مياهه الإقليمية. يقول المثل: وجه الشار فما يخفى وخا تحكوا بالحلفة. ومملكتنا المغربية ترى أن ترسيم حدودها البحرية أمر سيادي وداخلي يخص المملكة فقط، حيث سارع المغرب إلى اقتناء سفينة علمية من اليابان، والتي تعد مختبرا عائما مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، ناهيك عن تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولحدود اللحظة يحاول المغرب وإسبانيا العمل على إصلاح العلاقات الدبلوماسية، فمدريد تسعى للفوز بشراكات مع الرباط. ولكن يبقى السؤال المطروح: هل الدبلوماسية المغربية وسياسة الند بالند أعطت أكلها مع إسبانيا؟ وهل سنرى المغرب يقارع الكبار في الساحة الاقتصادية؟ كل هذا سنتعرف عليه في المستقبل القادم. كنتم معي أنا حمزة، دمتم برعاية الله.